زميلي حمد كما استمعت فريق الكرامة لقد فاز بهذه المباراة واللاعبون سعداء جدا. سينضم إلي الآن مدرب فريق الكرامة محمد كويد. أولا نبارك لكم هذا الفوز، كيف تقيم أنت المباراة كمدرب للفريق؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول مباراة جيدة إن كانت من الطرفين، إن كان من فريق السد وإن كان نحن، ولكن احنا حسنا نستغل الفرص المتاحة لنا. طبعا وقت بتكون آمالك ضعيفة بالفوز وبيجي الفوز بتكون الفرحة الكبيرة، وهذا اللي صار معنا. يعني نحن كنا رضيانين بالنقطة، فما بالك اجت 3 نقاط، هذا كرم رباني. نقول الحمد لله على هالأداء. اللاعبين اليوم كانوا جيدين، تركيزهم كان عالي، لعبوا بجماعية بحتة، الكل كان عم يلعب وكأنه لاعب واحد، ولذلك وصلنا لهالنتيجة هاي. حسنا نضبط مفاتيح اللعب تبعهم، حسنا نوقف العقل المدبر تبع فريق السد، وانا بقول نتيجة على مجريات المباراة نتيجة طبيعية. يعني بجوز الفرص كانت سجالة بيننا وبين السد، ولكن احنا بنقول اللي سبق واللي سجل، وخاصة بالشوط الثاني نحن قلنا انه المباراة واقفة على هدف، سجلنا الهدف ما عاد صعب، لانه بالاصل نحن متحصنين بالمواقع الدفاعية، مضيقين المساحات، ما عم نعطي الحرية لفريق السد، وبنقول الحمد لله بالنهاية اجتهدنا واصبنا وجبنا 3 نقاط. يعني العام الماضي أنتم تصدرتم المجموعة، الآن هل بات الطريق أسهل بالنسبة إليكم ربما لتصدر المجموعة والتأهل؟ لسه ما في شيء، بس بنقول نحن هلا ماشيين بخطوات، ولكن في مباراة الإياب لسه بحمص، مثل ما نحن ربحنا هون ممكن يربحنا هونيك، ولذلك ما بدنا نغالب الفرحة تبعتنا. في شوط ثاني بدنا نحسب حساب للشوط الثاني، بعد الشوط الثاني بعد المباراة الثانية ممكن نقول هلا تصدرنا. أتمنى لكم توفيق، شكرا لك. إذا زميلي حمد هكذا كانت الأجواء. سنحاول بعد قليل أن نأخذ أحد من لاعبي أو مدربي السد، ولكن قبل ذلك دعنا نوجه الكاميرا نحو جماهير فريق الكرامة السوري الذي تواجد بشكل كبير هنا على أرض الميدان. الجماهير السورية حضرت بقوة وبكثرة إلى الملعب كما تشاهدون الآن. هنا الجماهير حضرت بكثرة، وهي بالطبع ساندت فريقها وربما ساهمت في إهداء الفوز لفريق الكرامة السوري. إذن هذا كان كل شيء حتى الآن. إذا كان لدينا المزيد من الضيوف سنعود إليكم في الاستوديو.